بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز، والنهارده ان شاء الله جايب لكم معلومات مفيده جدا عن طرق النصب في شركات الطيران والشركات اللي بتدعي ان هي تبع شركات الطيران عشان تقدر توظفك. تابعوني لحد اخر الفيديو، ان شاء الله في معلومات مهمه جدا هتوفر عليك فلوس كتير جدا كان ممكن تدفعها لو ما شفتش الفيديو ده. اهلا بيكم مره تانية. النهارده جايب لكم شويه معلومات ممكن تعمل لي انا شخصيا مشاكل ان انا بقولها لكم، ولكن انا هتوكل على الله وهقول المعلومات دي وامري لله. يعني انا مش هعمل مشاكل لحد باسمه، لان انا مش هذكر اسامي لحد، ولكن انا هتكلم بصفه عامه عن طرق النصب في الناس اللي بتدعي ان هي تقدر توظف اي شخص في مجال الطيران. خلينا نقسم الموضوع لبعض النقط عشان نقدر نتكلم بأريحية، عشان ما نجيبش أسامي حد ولا أسامي مؤسسات. خلينا نقول في الأول إن شركة الطيران دي بتنزل إزاي البلد اللي هي بتستهدف إن هي تعين كرو منهم، وبعدين إزاي بتختار المكان اللي هي هتعمل فيه الأوبن داي أو الأسسمنت داي، وهل بتتواصل مع حد في البلد اللي هي رايحاها دي عشان ينظم لهم الموضوع، ولا بتنزل من نفسها؟ ليها مندوبين بينزلوا يحددوا الاماكن اللي هم هيعملوا فيها الاوبن داي، وبعد كده يقدروا يبداوا الاوبن داي بتاعهم. احنا دلوقتي عايزين نعرف الشركات بتنزل ازاي مصر. الشركه دلوقتي شركه كبيره مثلا زي شركه الامارات، هل لما بتيجي نازله مصر بتتصل بحد في مصر تقول له لو سمحت انا نازله فممكن تظبط لي مكان اعمل فيه كذا كذا؟ ولا شركه كبيره جدا زي دي ليها مؤسسه ليها علاقه بالتعيينات، فهي بتبعت مندوب من عندها من الشركه بيتعاقد مع الفندق او المكان اللي هيعملوا فيه الاوبن داي، وبعد كده بيحجزوا مكان وبعد كده بيعلنوا ان هم نازلين يوم كذا على الموقع الرسمي بتاعهم. في شركات تانية اصغر شويه، شركات ملهاش اسم زي الامارات او الاتحاد او الشركات الكبيره دي، بتحتاج شخص تاني يقدر ينظم لها المكان دوت، فبتتواصل مع شركات. الشركات ديت في مصر زي ما تقول كده وسيط، يقدروا يعملوا من خلاله الانترفيوهات، لان ما ينفعش شركه اجنبيه تنزل بدون تصريح امني تعمل انترفيوهات في مصر، تاخد شباب مصر وتطلع بيه بره بدون تصريح امني. ففي شركات بتتلاعب في الحته دي وبتيجي يعني من الابواب الخلفيه، تقدر ان هي تستغل كيان قائم في مصر هنا باسامي مختلفه وشركات مختلفه، انا مش هذكر اي اسامي، ان هي تعمل الانترفيو على اسمهم. تمام، خلصنا الطريقتين. فاذا في شركات كبيره بتنزل من نفسها وبتقدر تطلع تصاريحها بنفسها، وفي شركات صغيره ما بتقدرش تطلع التصاريح دي، فبتستغل شركات اصغر منها تستغل اسمها عشان تقدر تعمل الانترفيوهات وتجيب شباب من مصر تسفرهم بره. الشركات بقى اللي هي الصغيره دي اللي بتيجي تقول يا جماعه احنا عايزين نعمل انترفيوهات عشان خاطر هنشغلكم في شركات، فالشركات الصغيره دي تقدر بكل بساطه تنصب على ناس كتير جدا ان هي تعينهم، تقول لهم انا هعينكم عندي او هعينكم في الشركه الخاصه بيا اللي نازله لي، فانا محتاجه مثلا مبلغ فلاني عشان اخلي الشركه دي تختارك. طبعا الكلام دوت يعني انت فاهم ليه نصب؟ يعني انا مش هشرح لك ليه نصب، لان هو نصب، لان الشركه مش هتعتمد على كلام الشركه الوسيطه دي، فالشركه دي بس بتدي ترشيحات، ايه رايكم في دوت، ده قريبي، ده مش عارف ايه، الوساطه. فهي دي طريقه الوساطه في الشركات اللي بتنزل مصر علشان الانترفيو الصغير دوت. تمام، خلصنا النقطتين دول، عايزين ما نطولش فيهم اكتر من كده علشان في حاجات اخطر من كده بكتير. انت كمضيف او كمضيفه، او بتطمح الى ان انت تبقى مضيف او بتطمحي انك تكوني مضيفه، هل انت مطلوب منك تروحي تدرسي ضيافه جويه في اي مكان يعني مش معتمد علشان هو اللي هيشغلك؟ بكل بساطه مش مطلوب منك تماما، ومش مطلوب منك تماما ان انت تصرف اي فلوس انت محوشها وتعبان فيها اشتغلت بيها او سالفها او واخدها من والدك او والدتك
علشان تروح تدفع في اكاديميه مش هتدي لك اي نوع من انواع الافضليه قدام الشركه اللي نازله دي، ايا كان بقى النوعين اللي احنا ذكرناهم قبل كده. فاذا انا دلوقتي هعمل نفسي كأن انا عندي اكاديميه، وهسمي الاكاديميه دي احمد الباز للطيران، تمام؟ وبعدين هبتدي اعمل اعلاناتي، هجيب اعلانات، هجيب شخص يعمل لي اعلاناتي، وهطلع لك في فيديو زي اللي انا بعمله دلوقتي كده، واقول لكم يا جماعه انا شغال بقالي 10 سنين في الطيران، وعندي خبره قويه جدا، واقدر ااهلك ان انت تبقى مضيف طيران. كل اللي مطلوب منك انك تسجل بياناتك في الجزء دوت، واحنا هنتواصل معاك. حضرتك هتتواصل، فانا هقول لك حضرتك انا عندي اكاديميه او مركز، او يعني معرفش ليه بيسموها اكاديميه، بما ان هي بتبقى اوضه وصاله، يعني بتبقى شقه او فيلا حتى لو الراجل صارف يعني ومكلف شويه، فهو ده اللي بيعمله. فحضرتك هتبتدي تحجز معانا، حضرتك ده في كورس ده هيبدا يوم كذا، والكورس ده هيبدا يوم كذا، وانت اختار الميعاد اللي يناسبك. طبعا هو شخص فاضي ما وروش اي حاجه، فيقدر يعمل 100 ميعاد ويستقبل فيه كل حاجه. فيجي يقول لك مش لازم الانجليش بتاعك يبقى كويس. ازاي؟ يعني ازاي حضرتك هتشغلني مضيف طيران وانا الانجليش بتاعي مش كويس؟ ومش مهم السن بتاعك، ومش مهم موقفك من التجنيد. ازاي برضه يا جماعه؟ لازم نفكر كده شويه. وبالنسبه للبنات، مش مهم انت محجبه، مش مهم انت تخينه، مش مهم انت طويله. ازاي برضه؟ هو عايز يلم اكتر عدد ممكن يدفع فلوس علشان يبدا شغل. هو عايز يلم الناس عنده في الاكاديميه او في المركز اللي هو فاتحه دوت عشان يدفعوا فلوس. هو مش فارق معاه حضرتك مخلص جيش ولا مش مخلص جيش، وبرده مش فارق معاه انت حضرتك بتتكلم انجليش ولا ما بتتكلمش انجليش. هو مش عايز، هو عايز ناس وخلاص. اي حد هيجي واي حد عنده شغف بالشغلانه دي هتلاقيه رايح ماشي انا عايز اتعلم انا عايز اتعلم. فازاي يضحك عليك بقى ويقنعك ان هو فعلا اكاديميه وبيعلمك؟ اولا هتلاقيه طابع لك ملزمه دي انا ممكن اعملها وانا قاعد دلوقتي، يعني بعد ما اخلص الفيديو اعمل ملزمه عادي جدا في ربع ساعه اعمل لك الملزمه دي فيها ايه؟ فيها شويه تقسيمات، الحاجات اللي هي في التدريب اللي انا قلت لكم هسيب لكم لينك ليها يبقوا اتفرجوا عليها في التدريب. ده ممكن ياخد عناوينها ويرغي شويه تحت كل عنوان وخلاص بقت دي ملزمه. ماده علميه رقيقه جدا ورخيصه جدا، مش هتفيدك باي حاجه وهترميها في الزباله. ولو الشركه اللي انت راح تقدم فيها قلت لهم انا معايا الماده العلميه دي، هتقول لك يا حبيبي انت يعني لا مؤاخذه يعني انت كويس سليم عقليا، يعني انت شايف ان دوت يؤهلك ان انت تبقى مضيف طيران؟ ملهاش علاقه يا جماعه، ملهاش علاقه ان انت تبقى درست صفحتين 3 ولا حتى 100 صفحه في الاكاديميه ولا المركز دوت، وتيجي بعد كده تقول للشركه انا معايا شهاده من الاكاديميه الفلانيه، وغالبا بتبقى مكونه من حرفين 3 كده عشان تديك ايحاء ان انت في حاجه قويه يعني، وحرفين بالانجلش يعني. طيب هل التدريب ده هيديك افضليه؟ صفر ولا اي حاجه. ده كمان في شركات لما بتسمع ان انت رحت خدت كورس بره بترفضك، لان انت كده مخك مش قوي. يعني هم مش من مميزات الناس اللي هتبقى مضيفين او مضيفات ان هم يضحك عليهم بسهوله كده، فممكن تترفض يعني. ولو ما اترفضتش مش هتستخدم اي حاجه من الماده العلميه اللي حضرتك اخدتها دي. فانا كصاحب اكاديميه عايز اقنعك بقى تعالى عندي الاكاديميه. فهعمل ايه؟ انا شغال بقالي فتره وفي ناس دخلت عندي، وبعد كده الناس دي مثلا هنقول 1000 واحد جم خدوا الماده العلميه اللي انا بعملها دي، وخلاص خلصوا الكورس بتاعهم ودفعوا مبلغ بيوصل ل 10000 جنيه، تمام؟ وخلصوا وطلعوا. ال1000 دول، هل ال1000 دول كلهم هيشتغلوا مضيفين؟ هل ال1000 دول كلهم يقدروا اصلا او كان فيهم المواصفات؟ استحاله طبعا. في 5 10 منهم ممكن ربنا يكرمهم بتقديماتهم هم وتعبهم هم راحوا قدموا ونجحوا، تمام؟ ياخد الكونتاكت نمبر بتاع الناس اللي خرجت دي كلها. اي حد يشتغل يا جماعه يتواصل معايا. فهو في حد اشتغل تواصل معاه، والله انا قبلت في الشركه الفلانيه وان شاء الله هبدا تدريب وكذا كذا كذا. طب ممكن تبعتي لي صورتك باليونيفورم؟ فياخد الصوره بتاعت البنت اللي هي كانت عنده في الاكاديميه ويقول اهي يا جماعه واحده مضيفه كانت عندي في الاكاديميه واهلناها وما شاء الله عليها دلوقتي شغاله في الشركه الفلانيه، ويوري على البيج بتاعته ويوري على الاكونت والفيسبوك ويوري في اليوتيوب ويوري في كل حته. والله هو يا جماعه ما بضحكش عليكم، اهي مضيف الطيران اهي كانت عندي واحده بقى 2 3 10 ايا كان العدد.
طب هل حضرتك، واتحداك واتحدى اي حد عنده الاكاديميات دي، يطلع يقول لي انا شغلت الشخص الفلاني في الشركه دي؟ اتحدى اي حد، والناس كلها هتتفرج عليا، والناس اللي انا بتكلم عليهم هيتفرجوا عليا. اتحدى اي حد فيكم ان هو يقول ان انا شغلت الشخص الفلاني في الشركه الفلانيه. انت ممكن تكون عملت له شكل تدريب، شكل من بره كده ان انت دربته وكل حاجه، لكن انت يعني اتحداك ان انت تكون عملت دوت دايركت مع الشركه، ان انت خدت الشخص ووديته الشركه وقلت لهم اقبلوا ده انا اللي مدربه. انا بتحدى اهو، وتقدر ترد عليا في الكومنتات، او انت تعرف الاكونت بتاعي فتقدر ترد عليا. تمام. في حاجه كمان، طرق من طرق النصب جوه الاكاديميات دي. انا ليه بقول نصب؟ انا بقول نصب لان هم لو صراحه، لو شخص صريح، انا ممكن اقول لك انا هديك كورس تاهيلي ااهلك ان انت تفهم يعني ايه مجال الطيران، يعني افهمك شويه مصطلحات، افهمك شويه حروف، ازاي الحروف دي، ليه مثلا حرف الاي بيتنطق الفا، ليه حرف البي بيتنطق برافو، ليه حرف السي بيتنطق تشارلي. افهمك شويه الحاجات دي كلها، واقول عليه كورس تاهيلي من البدايه خالص قبل ما حضرتك تدفع فلوس. والله ارتضيت الامر ادفع، والفلوس الراجل تبقى حلال. لكن انا هجيلك في الاول، انا هشغلك، مفيش حد غيري هيشغلك. الشركه الفلانيه ما بتنزلش في مصر غير عندي، بييجوا عندي يقولوا لي فين يا فلان المضيفين والمضيفات اللي حضرتك دربتهم، احنا محتاجينهم. الكلام ده نصب، صفر، مفيش حاجه اسمها كده. انا بقول لكم يا جماعه الكلام دوت وانا من جوايا محروق في الموضوع ده، لان الناس فعلا بيضحك عليها بطريقه ساذجه جدا. فمن الطرق اللي انا بقول لكم عليها دي، ان الشخص دوت يعمل يونيفورم. ممكن انزل لكم صوره كده لحد برضو منتشر على النت قوي، هنزل لكم الصوره جنبي هنا كده، الواحده يعني عامله نفسها مضيفه طيران، وبتدعو الناس ان هي ازاي يبقوا مضيفين طيران، وهي لابسه يونيفورم معمول ب 15 جنيه. اليونيفورم دوت يا جماعه اللي جنبي دوت، ده مش يونيفورم شركه طيران، ومش يونيفورم بروفيشنال خالص. مفيش حد بيلبس يونيفورم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ده حد مفصله ويحط وينج هنا، يحط جناح، يحط شكل طياره، ويلبس اي دي. ده مش كده، انت مش بقيت مضيف طيران. ما انا عندي 50 يونيفورم اقدر اطلع اعمل الفيديو ده باليونيفورم عشان اقنعك، لكن انا بكلمك بعقلي مش بكلمك بلبسي. انا بكلمك بعقلي وبكلامي المنطقي، مش بكلمك بلبسي. فانا عايز من الناس اللي بتتفرج ونفسها تبقى مضيفين طيران ما ينساقوش وراء الناس اللي بتتبع النهج دوت في النصب لو سمحتوا. فمش عشان انت شايف حد لابس يونيفورم يبقى هو خلاص كده بقى مضيف. لا، هو ده ضحك عليه، واليونيفورم ده هو اللي دافع فلوسه من جيبه علشان يبقى مضيف طيران او مضيف الطيران. طبعا البنات بتموت بقى في الموضوع دوت، يا ماما انا رايحه الاكاديميه، انا خلاص انا بدرس دلوقتي، ويا رب ادعي لي انجح، وادعي لي عشان في امتحانات. ايه يا جماعه، نشغل مخنا شويه. انت ازاي عايز تشتغل في شغلانه حساسه كده او عايز بيتنصب عليك بالسهوله دي؟ ما ينفعش طبعا. ومش عشان هو في الاكاديميه او في المركز جايب ترولي وحاطط عليه كوبايتين عصير وشويه بيبر كابس وبلاستيك كابس، ويقول لك يلا قومي صبي وريني هتصبي ازاي لزمايلك العصير مش دي الشغلانه. وهو عشان يقدر يدربك على اطفاء الحرائق هيعمل ايه؟ هيعمل ايه فعلا؟ يعني قولوا لي كده، في المركز اللي هو اوضه وصاله ده هيدربك ازاي؟ هيدربك ازاي على اخلاء الطياره؟ هيدربك ازاي على فقدان الضغط في الطياره؟ الحاجات دي كلها هتتدربي عليها ازاي، او هتتدرب عليها ازاي؟ فلو سمحتوا خلي بالكم من موضوع الاكاديميات دوت، ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه. اكاديميات بتديك ماده علميه رقيقه ورخيصه جدا، تتعمل في 5 دقايق. والله ممكن اعمل لكم سلسله فيديوهات فيها اكتر من اللي بيتقال هناك 100 مره، وبرضه الفيديوهات دي مش هتخليك ستيب زياده عن اي حد جنبك. خلي بالك انا بديك بس المعرفه مجانيه، بدل ما تروح تدفع الاف الجنيهات عشان تاخد معلومات موجوده على الانترنت زي ما انا بقولها لك دلوقتي كده. خلصنا موضوع الاكاديميات، نيجي بقى عند النصب عن طريق الافراد. في افراد عايشه معانا في المجتمع، ناس حقيقيه عندها امراض نفسيه. الناس دي ممكن برضو يكون عامل اليونيفورم ابو 15 جنيه ولابس قميص وتاي وحاطط الكتافات ان هو كابتن،
تمام، ويحط الصوره بتاعته على البروفايل بيكتشر بتاعته على الفيسبوك، ويبتدي يدخل على الجروبات بتاعت الطيران مفنطهم هو كده، ويدخل اللي عايز يشتغل مضيف طيران تواصل معاه، اللي عايزه تشتغل كلميني على الخاص. يدخل هو يكلم البنات اللي بتبتدي تكتب هي اسئله بقى، اللي مثلا البوست محطوط او حاجه، يخش هو يصطاد بقى واحده 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 كده، يبعت لها لو عايزه تبقي مضيف الطيران ابعتي لي وده الرقم بتاعي، ويبتدي يقول لها ابعتي لي السي في بتاعك وعايزين صوره طوليه، والشركه الاجنبيه، الشركه الفرنسويه، الشركه الالمانيه نازله، وانا الوحيد اللي اقدر اشغلك في الشركه دي. طيب انا بعت صورتك الطوليه للشركه، والشركه طالبه صوره تفصيليه اكتر من كده عشان يشوفوا عندك تاتو او عندك اي سكيرز، حد متعور، حد عايز حاجه، فعايزين صوره واضحه فيها جسمك او معالم جسمك. هل ده منطقي يا جماعه؟ هل في واحده عاقله متربيه واهلها صارفين عليها عشان يعلموها تقع في فخ زي دوت؟ ده منطقي؟ وبعدين يقول لها انزلي قابليني ومش عارف ايه، ده كل دوت عشان بس يتصاحب عليها او يعمل اللي هو عايز يعمله، مش عايزين نخش في تفاصيل اكتر من كده. وللاسف في بنات كتير بتقع في الموضوع دوت، يعني انا مش بقول لكم حاجه من وحي خيالي، لا ده فعلا يا جماعه والله في بنات كتير بتقع في الموضوع دوت. فارجوكم فكروا شويه قبل ما تعملوا حاجه زي كده، تبعتي صوره ولا فيديو لحد، ايه معناها؟ ايه معناها يعني كتربيه ودين واخلاق؟ مفيش حاجه اسمها كده، ومفيش شركه طيران هتجيب واحد يلم كرو من الشوارع وتعالى انا هشغلهم، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. نيجي بقى لجزء ثالث في النصب، الا وهو الرشاوي. لما حد يجي يقول لك انت هتدفع المبلغ الفلاني عشان اتوسط لك، عشان او هديه لواسطه مثلا معينه عشان اشغلك مضيف طيران. مفيش حد عنده القدره انه يعمل كده، لا في مصر ولا بره مصر. وانا بقول لكم بكل بساطه اهو، ممكن يبقى فيه وسايط عادي جدا، بس مش وسايط مدفوعه الاجر، مش وسايط مدفوعه الاجر، اللي هو انا هدفع 50,000 جنيه عشان تشغلني مثلا في مصر طيران، مش هدفع 100,000 جنيه عشان تشغلني في ايميريتس. مفيش حاجه اسمها كده، وما تدفعش فلوس عشان حد يشغلك. محدش عنده القدره دي، محدش عنده قدره ان هو يبقى عارف كل مستويات الشركه، ان هو يفرض رايه على كل مستويات الشركه عشان يشغلك. لو واحد عنده القدره دي، او هيشغل ابنه، هيشغل ابن خاله، ابن عمه، هيشغل كله قرايبه. بس حطوا دي في دماغكم يعني. فاهم حاجه، محدش يضحك عليكم، لا بشكل يونيفورم انا عامله في الاكاديميه ولا في المركز اللي بيسميه اكاديميه، واي حته في المحافظات كلها، القاهره واسكندريه ومن اسوان لحد اسكندريه، في اكاديميات بتلعب على النقطه دي. لو انا في يوم من الايام جيت قلت لكم يا جماعه انا عامل اكاديميه، قولوا لي انت نصاب. انا اي معلومات عندي هقولها لكم هنا ببلاش والله، وربنا شاهد على كلامي، انا ما عنديش عداوه مع حد فانا طالع ادمره، ولا عندي صحوبيه مع حد فطالع اعليه. انا شايف ان كل الامور دي كلها نصب في نصب. انا عارف ان الفيديو طويل، بس كان لازم اقول لكم الحاجات دي عشان تخلي بالكم يا جماعه، محدش يضحك عليكم ويدفعكم فلوس في حاجه ملهاش اي لازمه، مش هتفيدك في حياتك. ولو حبيت تجيب معلوماتك هاتها من على الانترنت، وخلي فيديوهاتي مصدر لمعلوماتك البسيطه، بس عشان تديك فكره عن المجال اللي حضرتك نفسك تشتغل فيه. اشوفكم على خير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه. اشوفكم على خير مره تانية، مع السلامه.